السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما ننساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. يلا النهارده نعمل مع بعض كده وصفه خفيفه كده وسريعه. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل البانكيك. يعني ان شاء الله باذن الله يبقى سهل وبسيط وخفيف على قلوبكم كده وتعرفوا تعملوه. مكوناته بقى معانا يا جماعه اهو. بيضتين، معايا بيكنج باودر، معايا فانيليا، معايا كوب من اللبن، ومعايا نص كوب من السكر. وهنشوف مع بعض بعد كده هنضيف قد ايه دقيق. هنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونكسر البيضتين كده في الوعاء بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. واللي بتساعدني فيه النهارده بنوتي الجميله، ربنا يحميها يا رب يحفظها. اهو بص احنا حطينا كده البيضتين، وهنبتدي نحط الفانيليا وطالما حطينا البيض لازم نحط معاه الفانيليا. وهنبتدي بقى نضربهم كويس بالمضرب، ولو ما عنديش اي مضرب كهرباء ممكن اعملهم بمضرب يدوي عادي خالص. هضرب كويس كده وابتدي بقى ان انا انزل بالسكر حبة حبة. هنلاقي الضرب ده بيزيد معايا والفوم بيعلى كل ما هتحطي السكر مع الضرب المستمر. بصوا ونضرب كويس جدا لحد ما نخلص كمية السكر كلها. بصوا لونه ابتدى يغير معانا ازاي. بص بقى اداني اللون والقوام اللي انتوا شايفينه ده. ابتدي بقى انزل باللبن اهو حبة حبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو بعد كده بقى هبتدي ان انا اضيف كوباية من الدقيق واضرب برضو بالراحة كده اهو. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. ابتدي بقى ان انا كده اقلب بالراحة اهو بصوا، واضرب بقى بالراحة على اقل حاجة اقل سرعة عشان خاطر الدقيق ما يطلعش بره. ابتدي بقى هنا اضيف البيكنج باودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بصوا بقى القوام معايا بقى كريمي وجميل ازاي. هبتدي ان انا اضيف كمان نص كوباية من الدقيق لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. يبقى انا كده ضفت كوباية ونص من الدقيق وكوباية من اللبن مع البيضتين ونص كوباية من السكر. سهل وبسيط وممكن نعمله في اي وقت، وهيعجب ولادنا. ممكن نعمله بصوص الشوكولاتة، ممكن نعمله بصوص الكراميل، ممكن نعمله بالعسل الابيض. وهنا بقى ابتديت ان انا احط معلقتين من الزيت. وهنا عندي بقى الجريل على النار يا دوبك يسخن، ونقول بسم الله ونحط بقى ايه اول واحدة معاكم. هنزل كده بالكبشة بتاعتي اهو، هنزل كده مش هستحب ان انا ادهن الجريل بتاعي، طبعا الجريل ما بيلزقش فيه حاجه، وعشان خاطر يطلع معايا البانكيك ملمسه ناعم وجميل زي ما هتشوفوه. بصوا اللهم بارك، اللهم صل على النبي. كان في منتهى الروعه بصراحه، ونتيجته طلعت معايا جميله جدا، لان انا سبت كمان العجينه ارتاحت 5 دقايق وابتديت بعد كده ان انا اشتغل. بصوا بقى طلع معايا عامل ازاي.
ما شاء الله اللهم بارك، روعة. هنعمل كمان واحدة مع بعض اهو، بصوا اهو. وبعد كده ابتديت ان انا اعمل اتنين في الجريل. بصوا بسم الله، هنبتدي نقلبها مع بعض. بصوا لونه، بصوا جماله، ما شاء الله اللهم بارك اهو. هنا بقى هنيجي نعمل الصوص اللي احنا هنحطه جنبه. هحط بقى الكاكاو عندي. بصوا بقى، لو هتعملوا كمية صغيرة، اي حاجة هتعمليها هتحطي زيها بالظبط. زي معنى يعني انا مثلا حطيت معلقتين من الكاكاو، هحط معلقتين من النشا، هحط معلقتين من السكر، وبعد كده هضيف اللبن حبة حبة. لو مش عندك لبن ممكن تحطي مية، وتقلبي كله كويس وتطلعي على النار. واول ما يبتدي ان هو يتقل معاكي بتنزلي بيه من على النار، بيبقى معاكي صوص شوكولاته جميل. بضيف عليه اهو. بصوا انا ماشي معاكم خطوه بخطوه، وبقول لكم على المقادير عشان تمشوا بيها مظبوط. السكر والكاكاو لازم يبقوا زي بعض. وبعد كده بقلب بقى، بحط اللبن وبقلب اهو النشا. وبعد كده هطلع بيه على النار. بعد ما انزل هحط نص مكعب من الزبده. لو ما عندكيش زبده ممكن تحطي معلقتين او 3 من الزيت يكون نظيف. هيديكي لمعه عليه كويسه جدا. نزلت بقى طلعت بيه على النار، ونزلت بيه بالقوام اللي انتوا شايفينه معايا ده في السلطانيه، في منتهى الروعه. وكده كان البانكيك بتاعنا خلص. عملت الصغير وعملت الكبير. كانت هي اول مره تعمله، كانت مبسوطه وسعيده جدا ان هي عملته معايا. تسلم ايديها وتسلم ايد اللي هيعمل، والف هنا وصحه على عيونكم. كانت سهله، وصفه عفوا سهله وبسيطه وخفيفه، ونعملها لولادنا. حلوه جميله والكل بيطلبها، كل الاولاد بيطلبوها. يا رب كده الوصفه النهارده تكون خفيفه على قلوبكم، واكون فدتكم ولو معلومه واحده. واسيبكم بقى في رعايه الله، واجيلكم بوصفات تانية كتير. وما تنسونيش بقى في الشير واللايك وسبسكرايب للقناه، وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الوصفه متنسونيش بقى بدعوه حلوه منكم وكومنت جميل، وتشيروا الفيديو على اكتر حد، علشان خاطر يعني انا بتعب في الفيديوهات كتير والله. اسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.